في شوية معادلات لازم تبقى عارفها عشان تقدر تحسب مكاسبك من الاستثمار العقاري. أول واحدة ROI Return on Investment، دي ببساطة بتوريك العائد اللي بيرجع لك من الإيجار مقابل الفلوس اللي أنت حاططها في استثمارك، يعني حاطط كام فلوس وبيرجع لك منهم قد إيه في كل سنة. المعادلة بسيطة وسهلة، الإيجار على سعر العقار. تاني حاجة ROE أو Return on Equity، هنا الموضوع مختلف شوية، أنت لسه بتقسط عقارك ولسه ما دفعتش ثمنه بالكامل، لكن بتأجره أو ناوي تبيعه بمكسب. تحسبها إزاي؟ بتقسم المكسب أو الزيادة في سعر العقار على المبلغ اللي أنت دافعه بس. آخر حاجة ROA Return on Assets، ودي بتحسب لك كفاءة العقار نفسه في السوق، يعني سعره زاد قد إيه من وقت ما أنت اشتريته. المعادلة بسيطة وسهلة، الزيادة على السعر اللي أنت اشتريت بيه. بالمعادلة دي هتعرف بشكل واضح إزاي استثمارك بيكسب، وتقدر تقارن بين عقار والتاني وتشوف أنهي أنسب لخطتك الاستثمارية.